اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي وانتم تشاهدوا في الفيديو متاع اليوم. واليوم حبيت نشارك معاكم تحلية رمضانية تحضرها لسهريات رمضان. وصفة اقتصادية وسهلة وبسيطة وسريعة التحضير خاصة. تبهروا بها عائلتكم، تفرحوا بها صغيراتكم. صدقوني وصفة في المذاق متاعها راهي هبال روعة، قد ما نوصفها وشوي. الحاصل باش تكتشفوا الوصفة هذه شنية وطريقة تحضيرها، ما عليكم كتبعوا الفيديو للاخر. واذا كان اول مرة تزوروني في قناتي فضلا وليس امرا اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نهبطوا. ودو نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات نتاع الوصفه كما قلت لكم راهم اقتصاديين وماهمش مكلفين. مكونات بسيطه على الاخر. اول مكون هنا باش نسحقوا البسكو. لهنا بسكو غاليت، بسكو غني بمذاق الكاكاو. السم تاعو رخيص على الاخر. باش نسحق الكريم باتيسير، باش نسحق الحليب والكريم شونتي للتزيين معناتها باش نستعملها في الاخر. وباش نسحقوا الزبده العربي. اول حاجه لهنا باش نشدك البسكو هذاك باش نرحيه في الهشوار. ولا تنجموا معناتها تهرسوه اذا كان ما عندكمش الهشوار. يكون معناتها القوام تاعو كما تشوفوا لهنا بودر. لهنا هنا حطيت الزبده تسخن، ذوبتك الزبده كما قلت لكم. هنا راهي عندي زبده عربي، واذا كان ما عندكمش الزبده العربي تنجموا تستعملوا الزبده الزبده المارغرين او اي نوع نتاع زبده متوفره عندكم. بالنسبه لي خدمتها بالزبده العربي وراهي جت بنينه وجت فيها صفه نكهه صراحه نودكم وما نشهيكم. لهنا نبدا نخلط فك البسكو لين يتشربك الزبده الكل ويتبس بك الزبده الكل. يلزم البسكو هذاك يتغلف بك الزبده الكل. هنا بعد ما بسست البسكوت بالزبده نجيب لهنا الكيسين اللي باش نقدم فيهم. لهنا كل كيس نحط فيه مقدار مغرفه ونص نتاع بسكو في القاع نتاعو، يعني باش نعمل الطبقه الاولى تكون طبقه نتاع بسكو. نجيب هنا اي كيس او اي اداه نسطح بها اكل بسكو. يلزمني لهنا نسطحه ونسويه هكا باش يشد معناتها باش يشد كطبقه ويتفكس في القاع نتاع الكيس كما تشوفوا الصوره واضحه على الاخر. نكمل نعبي بقيه الكيسين كلها بنفس الطريقه ونحاول اني نسويهم بالكدا بالكدا بالكيس. ومن بعد نشوفوا المرحله الاخرى شنو. بعد ما عبيت الكيسان بالبسكو الكل الطبقه الاولى هذيك نتاع البسكو، توا باش نجيو نحضروا الطبقه الثانيه. باش نحضروا الكريم باتيسير. هنا اخترت البكوات هذوما معناتها سهلين في تحضيرهم وما يشدوش برشا وقت. بالنسبه للكريم باتيسير هنا اخترت جو نوازيت وجو نتاع البنان. جو مع بعضهم صدقوني عملوا هكا نكهه وجو بنينه على الاخر. وانتم تنجموا معناتها تختاروا النكهه اللي تحضروها. هنا باش نحضر النكهه الاولى باش نحضر النوازيت اي البوفراوه. بالنسبه لطريقه تحضير الكريمه هذه سهله وبسيطه على الاخر. ديجا كل شيء مكتوب في الباكو في طريقه التحضير. لهنا باش نعمل نص لتر حليب نضيف عليها اكل المحتوى نتاع الباكو هذاك ونزيد عليهم 3 مغارف نتاع سكر. لهنا بالنسبه للباكو تلقوا فيه 4 مغارف سكر، لكن حبيت نقص خاطر البسكو هذاك حلو برشا. وفي الاخر باش نزينها زاده بالكريم شونتي حبيت نقص كامل الحلاوه شوي. هذاك علاش عملت 3 مغارف. وانتم لهنا بالنسبه للحلاوه راكم تتحكموا فيه. باهي لهنا نحركك الكريمه. نصور اي واحد ينجم يحضرها وسهله الكريمه هذه. نحضرك المستحضر هذاك نتاع الكريمه وفاك الحليب لين يذوب وما يبقاش فيه تكتلات. نهز نحطه فوق الغاز ونبقى نحرك فيه. لهنا ما نقصش التحريك على خاطر راهو كي نقص التحريك راهي الكريمه هذيك باش تتكعبر لي ومعناتها القوام تاعها باش يفسد. نبقى نحرك فيها وما نحبسش. دوب ما تبدا تغلي وتبقبق نقص عليها الغاز. نصور معناتها الصوره واضحه على الاخر. لهنا كيما تشوفوا القوام تاعها بدات معناتها تثقل بشوي بشوي. ومعناتها تبدا تبقبق كما قلت لكم نقص عليها الغاز. لهنا الكريمه صاي طابت ولهنا باش نهز نصبها فك الكيسين. لهنا باش نعملها يعني باش نعمل الطبقه الثانيه باش نصبها فوق البسكو ونكمل نوزع الكريمه الكل فوق الكيسين هذوك. وماذا بيكم معنا الطبقات تعملوهم متساويين. يعني لهنا كما تشوفوا هزت المغرف نكيل به الكميه نتاع الكريم. لهنا بعد ما عبيتك الكيسين بالطبقة الثانية متاع الكريمة لهنا نخليهم يبردوا بالكدا باش الكريمة هذيك تشد روحها وتجمد بالكدا باش نجم نحط عليها الطبقة الثالثة اللي هي طبقة البسكو. لهنا بعد ما بردوا بردت الكريمة بالكدا باش نجيبك البسكو هذاك اللي خلطته بالزبدة باش نضيفه معناتها فوق الكريمة. هذه الطبقة الثالثة كما شفتوا عملت طبقة بسكو طبقة كريمة وزيد لهنا باش نعمل طبقة معناتها الطبقة الثالثة زاد طبقة متاع بسكو. لهنا كما شفتوا باش نعملها طبقات. نوزع البسكو على
يعني نفس يعني المقدار، كل كيس نعمل فيه مغرفة باش يجوني الطبقات معناتها متساوية. ومن بعد ما نوزعك البسكو كيف كيف نجيبك الكيس ونحاول اني نسوي السطح نتاعك البسكو هذاك، باش كيما قلت لكم تجيكم هكا يعني البريزونطاسيون معناتها تجيكم مزيانة وتجيكم معناتها انفينية ومرطوبة. نكمل نسويهم ونرجع باش نحضر يعني الطبقة الثالثة، باش نحضر الكريم باتيسير الجو بانان. لهنا مانيش باش نحضرها مره اخرى، خاطر يعني شفتوا كيفاش حضرتها. جوست معناتها باش ما نطولش عليكم الفيديو، باش نحضرها ونرجع لكم. ولهنا بعد ما حضرت الكريمه الجو بانان، كيما قلت لكم هنا حضرتها باش معناتها باش ما نطولش عليكم الفيديو. لهنا باش نصبها فوق البسكو، معناتها هذه الطبقه الثالثه تكون نتاع الكريم. بنفس الطريقه نكمل نعبي الكيسان الكل، وديما نكيل كيما شفتوا بالمغرف باش يجوني الطبقات متساويين. ومن بعد ما نكمل نوزع الكميه نتاع الكريمه على الكيسان الكل، نخليها تبرد بالكدا بالكدا. معناتها يلزمها الكريمه هذيك تجمد وتشد روحها باش نضيف عليها الطبقه نتاع البسكو. ولهنا بعد ما بردت الكريمه بالكدا وشدت روحها، باش نجيبك البسكو نوزعه فوقك الكريمه. هذه الطبقه الرابعه. كما شفتوا عملت طبقه بسكو، طبقه كريمه، وطبقه بسكو، وطبقه كريمه، وطبقه بسكو. هذه معناتها الكوش الاخرى. كما شفتوا طريقه تحضيرها سهله بسيطه، ما فيها حتى شيء، لا تتطلب فور، لا تتطلب معناتها سهله. حضروا الكريمه، حضروا البسكو، كما شفتوا اسهل منها. لهنا بعد ما كملت عبيت الكيسين بالطبقه الاخرى نتاع البسكو، نجيبك الكيس نسطحهم. ولهنا بعد ما نكمل نسويهم الكيسين الكلها باش ندخلهم الفريجيدير تبرد شوي وتشد روحها. لهنا يعني تخلوها قبل المغرب ولا في السهريه تجبدوك الكيسين هذوك وتزينوه. بالنسبه لي انا باش نخليهم توا يبردوا في عقلهم، ونتعدى باش نحضر الكريم شانتي. ومن بعد باش تشوفوا اخر مرحله اللي هي مرحله التزيين. لهنا كيما تشوفوا بعد ما بردوا الكيسان نتاع الكريمه، لهنا جينا في السهريه بعد ما شقينا فطرنا ولمينا الكوزينه وغسلنا معونا والكل. توا جيت لهنا باش نزين الكيسان للسهريه. لهنا جبت شويه لوز مهروش. بالنسبه للوز لهنا اختياري، تنجموا تضيفوه كيما تنجموا معناتها تستغنوا عليه، او اي نوع نتاع مكسرات متوفره عندكم تنجموا تستعملوه. كملت زينتك الكيسان بك اللوز هذاك، حبيت كي نعمل هكا طبقه مقرمشه، عملت اللوز المهروش. باهي هنا حضرت الكريم شانتي. طريقه تحضير الكريم شانتي سهله على الاخر. ركبت الكريم شانتي مع الحليب يكون بارد على الاخر. عملت كاس نتاع كريم شانتي وعملت عليه كاس تاع حليب، وركبتهم بالكدا بالكدا لين تحصلت على القوام هذاك. جتني كريم شانتي شاده راح. لهنا باش نزين به نزين اكل كيسين بك الكريم شانتي هذيك. زاد لهنا بالنسبه للكريم شانتي راهي معناتها اختياريات، نجموا معناتها في بلاصه الكريم شانتي في الاخر تعملوا يعني تبقى الصوص شوكولا او الموس شوكولا، حصيلوا المتوفر عندكم. انا اخترت باش نزينها لهنا بالكريم شانتي، وانتم المتوفر عندكم تنجموا تستعملوه. ومن بعد ما نكمل نزينهم الكل بالكريم شانتي. عندي البسكو هذا ستار، حبيت هيك نزينه معناتها نعمل لمسه، خاطر الصغيرات يحبوه البسكو هذاك. انتم تنجموا تزينوه بالشوكولا شيبس، بيبيت شوكولا، تنجموا تزينوه بزاده بالمكسرات، تنجموا تعملوا فوق منه صوص شوكولا، حصيلوا المتوفر عندكم. وهذه التحلية للسهرية صحيح. حضروا كما تشوفوا هنا كامل زينتهم. كما تشوفوا الشكل متاعهم بسم الله ما شاء الله، نودكم من شهيكم. تنجموا راهو تحضروهم للضيافات. تنجموا تحضروهم زاده في المناسبات. حوايج كيكا بريزونطابل مزيانه، والاهم من هذا كله مذاق صدقوني ولا اروع. صدقوني تعملوا عليها بون كيف، تبهروا بها عائلتكم وتفرحوا بها صغيراتكم. وكما شفتوا طريقه تحضيرها سهله ومكوناتها بساطه على الاخر. صدقوني راهي اقتصاديه وما تكلف حتى شيء. والبنه نتمنى فعلا انكم تجربوها واحكموا وحدكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم، وما تنسونيش من الجمات ومن الكومنتات. وماذا بكم توصلوا الفيديو هذا اكبر نسبه مشاهده. وتو ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء.